بطل جري، تعالى خد هنا، تعالى بطيخت خد اقول لك. هقول لك معلومه. انت عارف ايه اللي هي من باب ان وجدنا اباءنا؟ ليه؟ انا مره واحده لقيت نفسي في ثالثه ثانوي، ما اعرفش الحياه مشيت ازاي، بس هي مره واحده لقيت نفسي في ثالثه ثانوي. الفئه دي غالبا بتعاني من فكره ايه؟ انا ما بعرفش يبقى عندي طموح حقيقي برضو. ليه؟ لان نفس الفئه دي هي ما تعودتش تحط لنفسها طموح. هو من ثالثه ابتدائي لما كان بيتسال السؤال الساذج اللي في قاعده ساذجه من شخص ساذج في تجمع اسري ساذج، انت كنت موت وانت عايز تطلع ايه؟ فالولد في اللحظه دي ما بين حاجتين. لا سيبك، ما بقولش ما بين حاجتين يعني هيختار حاجتين، لا، ما بين حاجتين. لا اما هو يقول طموحه الوهمي اللي هو ما يعرفوش اصلا، هو كل اللي يعرفه ان الضابط بيلبس بدله في لبس الضابط والدكتور بيلبس بلطو، حتى ما يعرفش يفرق ما بين الممرض والدكتور. معايا؟ خلاص صليتوا على النبي. لا اما يقول لهم يا جماعه انا لا انا والله ما حددتش دي يعني فاشل. يعني انت بقى انت تعبان في دماغك بقى، ما حددتش. فما ينفعش يقول كده، فلازم يقول ايه اعلى حاجه. انتوا مش انتوا عاملين كلنا قاعدين في القعده السمجه دي احنا عاملين نعلي على بعض؟ ايه اعلى حاجه في السوق؟ يلا نحط اعلى حاجه في السوق. فالواد يقوم رافع خابط اعلى حاجه. ايه اعلى حاجه؟ يقوم رازع اعلى حاجه. معايا؟ ويفضل يدعي زورا بينه وبين نفسه انه عنده طموح، لكن هو في الحقيقه هو مش فارق معاه اصلا. هو كل اللي فارق معاه انا مش عايز وجع دماغ البيئه، نفسي السنه دي تخلص ومحدش يكلمني في حاجه. معايا يا اساتذه؟ خلاص. طب انت ليه المعلومات دي محدش يعرفها؟ لا هو احنا عارفين بس ما بنتكلمش فيها. طب ليه ما بتقولهاش ليهم في البيت؟ عشان لو انت اتكلمت معاهم بصراحه في البيت المعامله هتبقى عنيفه. يعني انت جاي دلوقتي تعرف ان انت ما عندكش طموح، فمش هيتقبلوا الفكره. فعشان كده بنفضل كلنا نمثل على بعض ان انت في طموح نفسك تسعى له، وان انت السنه دي في طموح عايز تحققه والكلام ده كله. خلاص انا ما بقولش ان مش كله، انا بقول في فئه تتجاوز احيانا 50%. تمام؟ طيب الفئه دي لو حضرتك منهم من غير ما تشير لي بدماغك او تبتسم او الحاجات دي، خد رياكشن الجد عشان ما اعرفش انت منهم. لو الفئه دي حضرتك منهم، هل ده طبيعي؟ يؤسفني ان انا اقول لحضرتك ان ده فوق الطبيعي. وخدعونا فقالوا لنا قديما ان انت لازم تحدد طموحك من وانت في ثانويه عامه. كل الكلام ده كذب وزور. على فكره كذب، الكلام ده غير واقعي. بالعكس انا ممكن اصلا ابقى بعد ما ادخل كليه وانا مش فاهم انا ايه اللي جابني هنا. انتوا معايا يا جماعه؟ عادي ابقى في ثالثه ثانوي وانا اصلا مش عارف انا عايز ايه. عادي جدا. انا بقولش ده الصح، هو كون ان هو موجود عندك يبقى ايه؟ عادي. لكن لو انت محدد خلاص ماشي، ما تجيش تقول انا محدد، لا انا هرجع بقول انا مش عارف انا عايز ايه. لا، ما هو اللي محدد هو فاهم. انتوا عارفين يعني ايه طموح يا جماعه؟ يعني الشغف اللي بيدفعك اللي انت تتحمل الضرر الجسدي والنفسي وتتقبله في اطار اللي انت تحس بالشيء من الانجاز. كده انا عندي طموح. فكره ضهري بيوجعني عادي، طب ما انا واقف وانا بشتغل رجلي بتوجعني عادي. عادي معايا؟ مش اللي انا اقول نفسي. في فرق بين الطموح ونفسي. كلنا نفسنا. اي حد لو عدت قدامه اي عربيه مرتين تقول نفسك فيه نفسي فيه، محدش يقول لك لا والله ما بحبش المصريين. احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه، اولا الكام يوم يا بطل اللي فاضلين لك من الاجازه، انا بقول لك استمتع بيهم. استمتع، عيش حياتك، اخرج، اتفسح. اقترب الميعاد اللي انا وانت هنخش فيه الحبس مع بعض. معايا يا بطل؟ ولذلك ما تدورش على الحبس بدري. هذا الاندفاع يا جماعه بيفكرني بدفعه 2024 الجميله وهي داخله مندفعه، اوبا تحس كده حاجه بتجري. هو مش مدرك ايه اللي هيحصل. انا مش عايزك تندفع. هذا الانسياق انت بتنساق ولا ايه؟ انت مستعجل على ايه؟ انا نفسي افهم انت مستعجل ليه؟ مستعجلش. انا عايزك بص رايق، ولما نقول لك يلا يبقى يلا. لكن انت عمال تقول لنا يلا بعد كده هتزعل. انا خايف عليك. ولذلك بص يا بطل، كام يوم الجايين لحد ما نبدا ولحد ما ننزل تفاصيل الاونلاين والبدايه بتاعتنا على الارض، انا عايزك رايق على الدوام. ما عليها حاجه بسيطه خالص. احنا هننزل لك محاضره اسمها محاضره الاساسيات جديده بتاعت 2025، فيها كل التفاصيل اقوى من اللي فات. عشان كده احنا صورناها من جديد. دي انا عايزك تذاكرها كويس، لان دي فيها كل المعلومات اللي انت اخدتها في اولى وثانيه ومحتاجها ان شاء الله في سنه ثالثه. وبناء عليه حبيب قلبي رجاء ركز في المحاضره دي. انا كلامي واضح؟ اظن ان كلامي واضح يا حاج، واضح يا مستر. تمام. وبناء عليه حبيب قلبي انا عايزك بس تركز في المحاضره دي، تذاكرها كويس، قسمها على مره، على مرتين، على ثلاثه، براحتك تيك يور تايم. المهم هي دي بس اللي مطلوب منك قبل ما تبدا. وان شاء الله حبيب قلبي لما نيجي نبدا هتلاقينا بقى واحده واحده نقول لك هتجيب كتب ايه، وهتذاكر ازاي، وتنظم وقتك ازاي، واعمل ايه يا مستر عشان ابقى متفوق وابقى من اوائل الجمهوريه. هذه الطموحات العجيبه اللي انت بتطمحها، انا مش قصدي ان انا احبطك ولا حاجه حبيب قلبي، الا ان انا قصدي اقول لك ان الكلام ده سابق لاوانه. فخد وقتك واستريح واستمتع، وتعالى بعد كده عشان عمو خالد ان شاء الله هينفخك يا حبيب قلبي على مدار السنه. استعد حبيب قلبي للنفخ، ولكن قليل من الراحه والهشتكه قبل البدايه شيء طيب ولا بد منه. وما تجريش بسرعه كده على الحاج. ما انا قلت لك يا مش عايزها. ما تحبهاش خلاص ان شاء الله مش هتجيب مرسيدس في حياتك ان شاء الله. قول امين. لا قول امين عشان انت ما بتحبهاش. صليتوا على النبي.
صليتوا على النبي يا جماعه. ففي فرق بين ان انا عايز وفرق ان انا نفسي. كلنا نفسنا في اي حاجه حلوه، اي حاجه اعلى من امكانياتنا نفسنا فيها. لو انت عرضت عليا بيت احسن من اللي انا فيه اقول لك نفسي فيه، ولو عرضت عليا موبايل احسن من اللي معايا اقول لك نفسي فيه، ولو عرضت عليا عربيه احسن من اللي معايا هقول لك نفسي فيها. ليه؟ لان الانسان لا يشبع. فالطموح حاجه ونفسي في حاجه. طموح ده انا عندي شغف داخلي مهما اتعرض من ضغوط، فانا بالنسبه لي مش مهم، عادي عادي يابا ولا فارق معايا، تمام؟ طب ليه ده مش موجود عند الغالبيه العظمى؟ هنقول يا عم ان هم 50% بس، هنفترض ليه مش موجود؟ لانه ما عندوش طموح حقيقي. طيب انا في المرحله دي لو في السن ده ادام الكلام فتح بعضه، هل طبيعي يبقى ما عنديش طموح في الفتره دي؟ طبيعي، طبيعي على فكره، عادي. بس في نقطه عشان بس ما تخلطش ما بين الاثنين. عادي ما يبقاش عنده طموح في فتره ما، في وقت ما. معظم الناس اللي بتعمل مشاريع في اول حياتها بيفتح مشروع هو مش عارف المشروع ده اصلا هيمشي فيه ولا لا. معظم الناس اللي بتشتغل في شغلانه في اول سنتين ثلاثه من حياتها هو ما يعرفش اصلا الشغلانه دي بالنسبه له مناسبه ولا لا. خلاص تمام كده؟ طيب فبناء عليه لو انا ما اعرفش ايه امكانياتي، عشان دايما احنا بيتقال برضو حاجه هي احيانا بتبقى مؤذيه للجيل تسرع يا اهون يا ارعن يا ارعن، ما تتسرعش كده، بالراحه على مهلك عزيزي، ما تبقاش كده. يخرب بيتك ولد.